الاتنين دول قتلوا أكتر من 10 أشخاص، فريد وروز ويست. فريد اتولد سنة 1941 في إنجلترا، وروز برضو اتولدت في إنجلترا سنة 1953. فريد وروز كان بينهم حاجة مشتركة، وهي الطفولة الصعبة والعنف والإهمال والفقر. تعال أحكي لك قصة فريد لوحده، وبعد كده هقول لك قابل روز إزاي. فريد كان شغال عامل بناء في انجلترا، وكان دايما بيروح على بار، وكان في واحده هناك اسمها رينا، وفريد كان معجب بيها وكان بيروح دايما هناك علشان خاطر يشوفها. وخلينا متفقين ان فريد اصلا شخص مضطرب وعصبي جدا وعنيف جدا، ولكن هو كان بيحاول يرسم صوره لرينا ان هو شخص طيب ومتعاون، وبيحاول ان هو يبقى يعني بيضحك عليها. رينا للاسف اتضحك عليها واعجبت بفريد، واعجبت بقد ايه ان فريد كان شخص ودود وبيساعدها مع بنتها تشارمن. وبعد شهور من التعارف والعلاقة السريعة اللي كانت بين فريد ورينا، فريد كان بيحاول يقنع رينا ان هم يتجوزوا، ورينا بالفعل وافقت واتجوزوا. بعد الجواز على طول فريد ما قدرش ان هو خلاص يخبي شخصيته الحقيقية اكتر من كده، فبين نفسه على حقيقته، وكان عنيف جدا معاها، وكان بيضربها هي وتشارمن تقريبا بشكل اسبوعي. وفي سنة 1963 رينا خلفت من فريد بنت وسموها أنا ماري. ومن بعد ما رينا خلفت أنا ماري، فريد ابتدى يتعامل مع تشارمن بشكل وحش جدا، يعني كانوا بيكرهها، وكان دايما بيضربها ويعنفها ويزعلها على طول، وكانت لما رينا بتحاول تدافع عنها بيزعلها. طبعا ده خلق حالة من التوتر في البيت ومن الرعب طبعا لرينا وتشارمن، وبسبب الضغوطات دي كلها فكرت انها تجيب حد يساعدها في البيت، وكانت صاحبتها اللي اسمها ايزا. رينا فكرت انها لما تجيب حد غريب فريد هيبقى اهدى شويه، هي ما كانتش عايزه حد يساعدها في البيت بس، لا ده كانت عايزه حد يعني زي ان هو يشيل الحمل من عليها شويه، وان فريد يبقى اهدى شويه معاهم في التعامل، يبطل ان هو يبقى عنيف ويبقى احسن شويه معاهم، يمكن لما يبقى في حد غريب في البيت. فريد ما اثرش فيه اي حاجه من الكلام ده زود الطين بله، وكان بيتحرش بايزا، وكان عايز يتجوزها وبيقول لها ان انت تبقي زوجه تانية ليا، وكان بيحاول يعمل معاها علاقه، ولكن ايزا كانت شايفه ان هو شخص مريض، بعدت عنه وصدت كل محاولاته. ايزا قالت لرينا ان فريد كان بيحاول يتحرش بيها، وكمان عرض عليها الجواز، فقالت لها ان ازاي هم عايشين كده، لازم تهرب. وبالفعل رينا سمعت الكلام وخدت البنات وهربت وراحت على اسكتلندا. ولكن للاسف فريد راح وراهم اسكتلندا وهدد رينا انها لازم ترجع معاه، ورجعت معاه بالفعل، ولكن ايزا قالت انها مش ترجع. ومن بعد ما رجعوا فريد بقى شخص تاني خالص، بقى عنيف جدا اكتر من الاول، وكان بيضربهم بشكل يومي كلهم. ده غير ان هو كان مانع رينا من انها تخرج من البيت او تتكلم مع حد او تشوف اي حد اصلا من اصحابها. ده غير كمان ان هو كان بيخونها مع ستات كتير جدا. ورينا هربت وسابت البيت سنة 1967 بسبب العنف، ولكن للأسف المرة دي ما عرفتش تاخد البنات. وبعدها بسنتين فريد قابل روز ساعتها كان عندها 15 سنة، شاف إن هي بنت صغيرة يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه، ولكن للأسف طلعت أعنف منه. وفي سنة 1971 روز خلفت من فريد بنت اسمها هيذر، وهيذر هي أصلا بطلة القصة كلها. وفي سنة 1971 قررت رينا انها ترجع علشان خاطر تتفاوض معاه على البنات، وتحاول انها تشوف بناتها او تاخدهم منه، وفريد بالفعل وافق ان هو يتقابل معاها، وقال لها تعالي نتقابل في العربية بتاعته. قعد معاها في العربية، وعلى حسب كلامه هو في التحقيقات قال ان هما اتكلموا مع بعض، والكلام اتحول لمشادة كلامية، فتعصب خنقها فقتلها ودفنها في بيتها. بعد موت رينا فريد بقى عايش مع روز والثلاث بنات اللي هم تشارمن وهيذر وانا ماري. روز هي اللي كانت المفروض بتاخد بالها من الثلاث بنات، وللاسف كانت بتاخد بالها من البنتين بس، وتشارمن كانت بتعذبها وبتعمل فيها نفس اللي كان بيعمله فريد ويمكن اوحش. وفي 1971 للاسف تشارمن اتقتلت على ايد فريد وروز، وكانوا لما حد بيسأل عليها بيقولوا ان هي رجعت لمامتها في اسكتلندا. نيجي بقى لبطلة القصة بتاعتنا وهي هيذر. هيذر عاشت طفولة صعبة جدا من عنف وإهمال وضرب بشكل يومي، ده غير الجرائم اللي شافتها. كان دايما بيلاحظ أصحابها في المدرسة إن عليها أثار للكدمات والضرب وتعوير وحروق، ده غير إن هي كانت دايما بتشتكي لأصحابها وبتقول إن هي كانت بتشوف حاجات غريبة في البيت، ده غير العنف اللي كانت بتتعرض له. وبسبب العنف اللي كانت بتتعرض له بشكل مستمر هربت وسابت البيت، وقررت إنها تدور على شغل، وقدمت بالفعل في شغلانات كتير جدا، ولكن للاسف في شغلانات كتير رفضتها. وللاسف واحده من رسائل الرفض اللي كانت بتجيلها اتبعتت لها على بيت فريد وروز، وفريد طبعا عرف هي فين من الرساله بتاعت الرفض، وراح جابها ورجعها البيت وقتلوها. فريد وروز لما كان حد بيسالهم على هيدر كانوا بيقولوا لهم ان هي هربت او راحت مع اشيائها او عملت اي حاجه غلط ومشيت وسابت البيت. عشان اخوات هيدر كانوا بيسالوا عليها دايما، كانت امهم او ابوهم بيتصلوا بالبيت ويعملوا نفسهم هيدر علشان خاطر الولاد ما يفضلوش يسالوا عليها كتير. وفي سنه 1994 ولاد فريد وروز العشرة كبروا وخلاص، وكلهم بقى يروحوا مدارس مختلفه، وكلهم بيقولوا نفس الكلام، وهو ان هم كانوا بيتعرضوا لعنف كبير جدا في البيت، ده غير الكدمات اللي كانت بتبقى على جسمهم. وكمان كانوا بيقولوا ان مامتهم او باباهم بيقولوا لهم دايما ان هم لو ما سمعوش الكلام هيبقوا زي هيدر.
كل المدرسين اللي في المدارس سمعوا وقلقوا طبعا على الاولاد وبلغوا، والمدارس لما بلغت الشرطه اتحركت طبعا بسرعه لان اكتر من مدرسه مبلغه وفتشوا البيت ولقوا حاجه غريبه جدا. لقوا اكتر من 8 جثث في البيت، ده غير ان بعد التحقيقات مع فريد وروز عرفوا ان في اكتر من جثه كمان في مكان تاني وهو بيت رينا. بكده اجمالي ضحايا روز وفريد 12 ضحيه. تعالوا بقى نتعرف على 12 ضحيه دول. الضحيه الاولى هي رينا. رينا طبعا كلنا عارفين قصتها وعارفين اللي حصل لها. الضحيه الثانيه هي تشارمن. تشارمن هي بنت رينا اللي عندها 8 سنين، قتلها بعد ما قتل رينا ودفنها في بيت رينا. الضحيه الثالثه هي آن ماكفال. آن كان عندها 18 سنة وكانت هي المربية بتاعت تشارمن، ده غير ان هي كانت عشيقة فريد وكانت كمان حامل منه في الشهر الثامن، ولما عثروا على جثتها في بيت رينا عثروا على جثتها هي وبقايا طفلها. الضحية الرابعة هي ليندا جو. ليندا كان عندها 19 سنة وكانت صديقة العيلة وبتيجي دايما بشكل مستمر بتزورهم وتقعد معاهم، وفي يوم ما خرجتش لقوها مدفونة في البدروم بتاع بيت فريد وروز. الضحية الخامسة هي كارولين كوبر. كارولين كان عندها 15 سنة وكانت راجعة في يوم من حفلة وخطفها فريد من على الطريق وقتلها، دفنوها برضه في بدروم سنة 1973. الضحية السادسة هي لوسي. لوسي كان عندها 21 سنة وبرضه كانت راجعة من عند واحدة صاحبتها وهي في الطريق اتخطفت واتقتلت واتحطت في البدروم. الضحية السابعة كانت شيرلي. شيرلي كانت بنت عندها 15 سنة وكانت راجعة من شغلها الصيفي اللي هو من بعد المدرسة، برضه فريد خطفها من على الطريق وقتلها وحطها جوه البيت. الضحية الثامنة كانت تيريزا. تيريزا كانت طالبة سويسرية عندها 22 سنة وكانت دايما متعودة انها بتركب عربيات من على الطريق، يعني بتشاور للعربية تركب معاهم وتمشي يوصلوها في الحتة اللي هي عايزاها. حظها للأسف وقعها مع فريد وروز، خطفوها وقتلوها وحطوها في البدروم سنة 74. الضحية التاسعة كانت خوانيتا. خوانيتا كان عندها 18 سنة واتخطفت برضه من على الطريق واتقتلت واتحطت في الجنينة، وده كان كله قبل فرح صاحبتها بيوم. الضحية العاشرة شيرلي آن روبنسون. شيرلي كانت عشيقة فريد التانية وبرضه كانت حامل منه في الشهر الثامن وبرضه قتلها وحطها في الجنينة سنة 74. الضحية ال11 أليسون. أليسون طالبة ألمانية عندها 17 سنة، كانت صديقة العيلة وكانت بتيجي بشكل مستمر وفي يوم اختفت وقتلوها سنة 1979. والضحية ال12 هي بطلة القصة كلها وهي هيذر ويست بنت فريد وروز. قتلوها عندها 16 سنة عشان هربت، وفي التحقيقات فريد قال ان هو كان خايف انها تفضحهم. ودول ال 12 ضحيه اللي اتذكروا في التحقيقات، ولكن معرفش، انا حاسس ان هم اكتر من كده بكتير. وبعد القبض عليهم في 1994 في 1995 انتحر فريد حتى قبل ما يتحاكم، واتحاكمت روز على 10 جرائم قتل واتحكم عليها بالمؤبد. والبيت اللي حصل فيه كل الجرائم دي اتبنى حواليه سور، وبعد كده اتهد السور، بعد كده اتهد البيت كله، كانهم بيحاولوا ان هم يمحوا الاثر بتاع البيت. انا عن نفسي رايي ان هم مش 12 جثه بس او مش 12 ضحيه بس، انا حاسس ان هم اكتر من كده بكتير، لان في فرق كبير قوي في السنين. يعني هم كانوا بيقتلوا في 73 و74 وبعد كده 79، فاعتقد ان الفتره دي اتقتل فيها اشخاص ثانيه كتير يعني. بس وده رايي، يعني لو انت رايك زي رايي قول لي، ولو انت رايك مختلف برضه قوله لي، يعني تعالى نتناقش كده ونفهم ونشوف. يعني في العموم ربنا صدر ان هو مش هنا في مصر والحمد لله. يلا مع السلامه.